ده بيتي ولازم ادافع عنه. الولد علق قضيب حديد كان سخن نار حوالي 500 درجة على باب البيت من قدام، وبعدها نثر لاعب حادة في كل حتة على الأرض، وبعدين سكب مية تلج على السلالم عند المدخل، واعتبر كده خلص أول خط ترابس. بعدها راح للبدروم، مسك الخرطوم وبلل السلالم كويس، ولطخ السلالم الخشب جو البيت بالقطران. ومش بس كده، ده كمان عمل مسامير حديد بإيده. ولما خلص جاب حبل طويل وجري على بيت الشجرة، وربط طرف من الحبل في الشباك والطرف التاني في البيت اللي فوق الشجرة. كده بقى عنده طريق هروب جاهز. بس حتى ده ما كانش كفاية بالنسبة له، فرد مشمع على الأرض دهنه بغرة وغطاه بطبقة قطن تقيلة وحطه عند باب المطبخ، وفي الآخر ملى المنطقة اللي تحت الشباك بلعب حادة تاني. في اللحظة دي البيت كله كان بقى مليان فخاخ. الولد ما كانش بيعمل كده علشان مقلب كريسماس في أهله، ده كان بيتحضر يقاوم شور 2 حرامية كانوا على وشك يقتحموا البيت. كيفن كان هيقعد ياكل، ولما الساعة دقت 9 الصوت صحاه فورا. جري ناحية باب الجنينة، مسك مسدس البيبي وقال آخر جملة قبل المعركة. وبالظبط في الوقت ده اللصوص وصلوا وابتدوا يخططوا يدخلوا من ورا. كيفن قرر يضرب الأول. دخل لعبة صغيرة من فتحة ضيقة ووجهها على اللص. اللص الصغير ما فهمش ايه اللي حصل، كل اللي شافه ان الكبير واقع على ركبته وبيصرخ من الوجع. ايه اللي حصل؟ هاتولي الواد بس. والغباوة مستمرة. الصغير دخل راسه من نفس الفتحة وكان على وشك يتعرف على معنى الوجع الحقيقي. هالو. كيفن لما شاف الفخ شغال وشه نور بفرحة طفل 8 سنين بره، اللصوص فهموا ان الواد ده مش طبيعي، فقرروا يتفرقوا علشان يمسكوه. اللص الكبير وصل للسلالم اللي قدام البيت وطلع عليها من غير ما يبص، فطبعا وقع وقعة تاريخية. للحظة شكله كان زي سلحفاة مقلوبة بتخبط في الهواء، ومع كده ما استسلمش. قام تاني مسك الدرابزين وحاول يطلع، بس وقع اوحش من الاول.